بيكم في حلقة جديدة من سلسلة كتاب خدها قاعدة. لو ركزت هتلاقي إن معظم كلامنا مش بيخرج عن كلمة نعم أو لأ. هتلاقي أشخاص كتير حواليك، اللي بيأثر في واجباته واللي بيفرط في حقوقه وبيشتت ذهنه وفكره وعقله، ومن أكبر الأسباب الرئيسية إنه بيدخل نفسه في حاجات ملهاش فايدة، والتقصير بيكون بسبب إنه بيقول نعم في الوقت اللي كان المفروض يقول فيه لأ، أو بيقول لأ في الوقت اللي لازم يقول فيه نعم. ومن هنا بتيجي قاعدة لأ، ومعناها إنك ما تجاملش نفسك أو أهلك أو إخواتك أو صحابك في فعل حاجة ممكن تضرك. على سبيل المثال، لما تلاقي نفسك أهملت في المذاكرة قول لنفسك لأ، أنا هقدر أعمل واجباتي وأنجح. لما يجيلك حد من صحابك ويطلب منك تروح معاه مكان مش كويس قوله لأ. لما حد يجيلك في وقتك الخاص، وقت قرايتك أو دراستك، ويطلب منك تفضله نفسك علشان حاجة تافهة قوله لأ. لما يجيلك حد في الوقت اللي خصصته لأهلك وولادك ويطلب يقضي الوقت ده معاك قوله لأ. ممكن تتحرج تقول لأ في البداية أو تحس إنك هتحرجه، لكن مع الوقت الكلمة هتبقى عادية عليك وعلى اللي بتقولها له. وأحيانا بيبقى المفروض توضح انت قلت لأ ليه. كلمة لأ ممكن تختلف في صياغتها وأسلوبها من شخص للتاني على حسب الموقف، فممكن تقولها لحد بشكل تلميح أو تقولها صريحة. المهم إنك تاخد بالك إن محدش يتحكم في وقتك، وإنك تكون ملك نفسك مش ملك غيرك. ممكن تتعرض للظلم المقصود من مدير أو مسؤول، ما تقبلش ده على نفسك وقدم تظلم بالطرق المتاحة وما تستسلمش. وأخيرا ما تترددش في إنك تقول لأ لما يبقى المفروض تقول لأ. درب نفسك عليها، لأن بجد ده هيسهل عليك التركيز أكتر على أهدافك أنت، من غير ما يكون في أي معوقات تانية تعطلك. وبس كده، أشوفكم الحلقة اللي جاية. باي باي.